السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد غيكون عبارة على مسمنات في الفرن كيجيو مرقين وهشاش رائعين جدا وبأبسط الخطوات وبمكونات دائما اقتصادية وعلى بركة الله. ننتقلوا باش نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. في البداية وعلى بركة الله غادي نوجدوا العجين اللي غنحتاجو ليه كمية ديال الفرص على حسب الكمية اللي بغيتو توجدوها. هنايا عندي زلافة كبيرة كتوزن 500 غرام ديال الدقيق الابيض. غنضيف النصف زلافة ديال الفينو، شوية ديال الملح وشوية ديال السكر، وواحد راس معلقة صغيرة ديال خميرة حبيبات او الخميرة الفورية او خميرة الخبز. غنخلط هاد المكونات في الدقيق وغادي نبدا نجمع بالماء. الا كان الجو بارد بزاف ممكن تدفيو الماء شويه. غادي نبدا نجمع العجين ديالي. غنتحصل في الاخير على عجين كيكون رطب، ما كيكونش قاصح، وايضا ما كيكونش جاري بزاف، حيت غادي نخليوه يرتاح. هاد العجين كتنجح معنا الا خليناها ترتاح دائما. السر الوحيد في العجين ديال المسمن باش يخرج يعني فتي وخفيف ومقرمش خاصو يرتاح، نعطيو ليه الوقت الكافي ديال الراحه. هنايا من بعد ما عجنتها مزيان غادي ندلك العجينه ديالي مزيان. من بعد ما كندلكها مزيان كنخليها ترتاح، كنغطيوها وكنخليوها ترتاح. هنايا ما بانش في المقطع في الفيديو. من بعد ما كترتاح واحد الساعة او نصف ساعة، الوقت الكافي اللي عندكم، غادي ندوز نقطع العجين ديالي لكويرات. هنايا وزنتهم، درت فيهم 90 غرام، كيجيو هكا متوسطين، ماشي صغار بزاف وماشي كبار. مني كنقطعهم هكا كاملين كندهنهم بالزيت وكنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا ايضا واحد المده. يعني الوقت اللي عندكم ممكن تخليهم حتى ساعه. كل ما ارتاحوا كيجيو سهلين اننا نسرحوهم، وايضا كيجي العجين خفيف، كيجي خفيف وفتي، يعني ما كيجيش قاصح. هنايا كنخلي العجين ديالي يرتاح، كندوز نحضر الحشوه. هنايا ممكن تحضروا اي حشوه عندكم، يعني كتعتمدوها او على حساب داكشي اللي متوفر عندكم. هنايا عندي في واحد المقله كنضيف واحد الكميه ديال الزيت، كميه قليله. كنضيف الفلفله الخضراء وعندي البصله. غادي نشحرهم مزيان مع شويه ديال الملحه في الزيت. ملي كيبداو يطيحوا ليا شويه كيتشحروا، غادي نبدا نضيف الجزر. عندي كميه ديال الجزر، يا اما حبه واحده كبيره يا اما جوج، كيبقى على حساب الرغبه. الا بغيتوا الحشوه يعني تكون فيها الخضره بزاف. هنايا كنضيف ايضا القرع الاخضر. ايضا الكميه كتبقى اختياريه. هنايا حكيتهم في الحكاكه الغليظه، كنشحرهم مزيان مع البصله والفلفله. من بعد غادي نبدا نضيف العطريه. هنايا غادي نضيف الفلفل الاسود والخرقوم والسكينجبير. وهنايا غادي نضيف واحد ملعقه صغيره ديال الكفته، لان غادي نضيف الكفته لهاد الحشوه. واما غادي تضيفوا يعني العطريه ديال الكفته، الا غتضيفوا الكفته، والا غادي تضيفوا الثوم مثلا ممكن تضيفوا التوابل ديال السمك، والا غتضيفوا الدجاج ممكن تضيفوا العطريه ديال الدجاج. كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. غادي نخلط مزيان ديك العطريه وغادي نخليها تشحر مزيان. من بعد غادي نضيف واحد الحبه ديال مطيشه محكوكه، غادي نضيفها للحشوه وغادي نخليها حتى هي تشحر مزيان مع الحشوه. غادي نغطي عليها شويه ونخليها. من بعد ما تشحرت ليا الحشوه ديالي مزيان غادي نضيف واحد الكميه ديال الكفته.
غادي ندخلها في الحشوه مزيان، وغادي نخليها هكا تشحر حتى هي مع الحشوه اللي عندي وتجانس. وهنايا من بعد ما تشحرت ليا ديك الكفته مزيان مع الحشوه، غادي نضيف واحد 3 ديال المربعات ديال الجبن. هذا الجبن الشيدر اللي كيدوب وكيعلك لينا الحشوه، كتجي بنينه بهاد الجبن. ضيفوا الكميه اللي بغيتوها. هنايا ضفت واحد 3 ديال المربعات او الشرائح. غادي نخلطها هكا مزيان حتى كتذوب بسرعه، وكتخلي لنا الحشوه ديالنا معلكه وبنينه. صافي من بعد ما كتذوب ليا ديك الشرائح ديال الجبن كامله، صافي غادي نخلي الحشوه ديالي تبرد، وغادي ندوز العجين ديالي باش نسرحو. وهنايا المسمنات ديالي غادي يكونوا ارتاحوا وطلقوا. غادي نقرصوهم هكا او نسرحوهم يكونوا رقاق. كتشوفوا كيفاش سرحتهم كيكونوا رقاقين. كنستعنوا بالزيت، من بعد كندهنوا بالزبده مخلطه مع شويه ديال الزيت، او ممكن تذوبوا الزبده والزيت، يعني لكم الاختيار. تورقوا بالطريقه اللي يعني كتعتمدوها. صافي ملي كنكمل المسمن ديالي كامل، كنخليوهم يرتاحوا شويه، واحد ربع ساعه نغطيوهم نخليهم يرتاحوا. من بعد كندوزو نعمروهم. غادي نسرحوا المسمنات بهذه الطريقه بشكل مربع. غادي نسرحوهم، ما نخليوهمش يعني غلاط، كيكونوا رقاق احسن باش يجيو خفاف ومورقين. غادي نضيف واحد الكميه في وسط المربع ديال المسمن. غادي نجمع الاطراف كما كتشوفوا، كنضغطوا شويه باش ما يتفتحوش، والطرفين اللي بقاو هكا باش كنتحصلوا على مربع بهذه الطريقه. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل جميع المسمنات اللي عندي. صافي هنايا من بعد ما كنسالي المسمن ديالي كامل، غادي ندوز ندهنو بالبيض. واحد البيضه اللي غادي نخفقها مزيان، غادي نضيف ليها شويه ديال الحليب، غير بعض القطرات، وقطرات من الخل. غادي ندهنهم كاملين. هنايا ما بانش ليا في الفيديو المقطع الاخير انني غلقت داك يعني المربع في الوسط بواحد القطعه ديال الزيتون الاخضر مقطع، وزينت من فوق بزنجلان الابيض مع حبوب الخشخاش. كيبقى اختياري التزيين في الاخير. من بعد كندخلوهم الفرن اللي كيكون ساخن بزاف. كنخليوهم واحد 5 دقائق على درجه كتكون عاليه من تحت ومن فوق. من بعد ما كدوز 5 ديال الدقائق، كنشوفوا انه المسمن ديالنا بدا كيتنفخ. صافي كنهبطوا درجه الحراره ل 170 من تحت فقط. كنخليو المسمن ديالنا حتى كيتورق على خاطرو. الطريقه ديال الطياب ديال المسمن ضروريه باش يخرج معكم بهذه الطريقه منفوخ ومورق، واللون ديالو كيجي هكا مذهب وموحد. هذه هي النتيجه الاخيره ديال المسمن ديالنا. كيجي رائع جدا، مورق وخفيف وهشيش وبأبسط المكونات وبطريقة جد سهلة. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم وتجربوا هذه الوصفة.
وصلنا لنهاية الفيديو، كنشكركم دائما على المشاهدة، وموعدنا دائما فيديو جديد بحول الله على القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.